هو المنقذ لفريقه، دايما حاضر في جميع المباريات، مهاجم مؤثر في الملعب، تهديفيا عالي جدا، ومهما كان الفريق اللي هيواجهه هو دايما بيشكل خطر كبير. في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم سجل هدف مميز جدا أمام أستون فيلا. في بطولة الدوري سجل 13 هدف من أصل 25 مباراة. وفي الاف اي كاب لعب مباراتين سجل هدف وصنع هدف. رقميا هو لاعب مميز، على المستوى التهديفي عالي جدا، بيسجل اهداف بطرق مختلفه، لاعب يمتلك قوه جسديه كبيره، مهاجم مميز جدا. كلام عن المهاجم الايفواري ريتشارد كونيه، اللاعب اللي عنده 21 سنه في الوقت الحالي، طوله 185 سم وبيلعب مهاجم صريح، وقيمته التسويقيه 300,000 يورو. كونيه حاليا بيلعب مع نادي يوكومبي الانجليزي، وده بيلعب في الليجا 1 اللي هو دوري الدرجه الثالثه الانجليزي. ورغم انك تشوف ان دوري ضعيف، ولكن دوري فيه لعيبه مميزه. الفريق بتاعه بيشارك في كاس الاتحاد الانجليزي وبيشارك في الاف اي كاب، يعني فريق مش ضعيف اطلاقا. كونيه بدأ مع فريق اتلتيك يوهام، وده فريق تابع لاتلتيكو مدريد. بدأ هناك وقدم مستويات هايله، وكان هداف الفريق، علشان في موسم 23 24 ينتقل لفريق يوكامبي الانجليزي. كانت خطوه كبيره بالنسبه له، لانه كان متواجد مع فريق محدش عارفه حرفيا، والدوري اللي بيشارك فيه مش متشاف، وتقدر تقول كده مش بيمارس اللعبه بشكل احترافي. ورغم انه انضم لدوري الدرجه الثالثه الانجليزي، ولكن دي خطوه كبيره جدا بالنسبه لمسيره اللاعب. في الموسم الاول مع الفريق ما كانش قادر ياخد عدد دقائق كبير، ولكنه شارك في الليج 1 في 17 مباراه، بما يعادل تقريبا 7 مباريات فعليه، سجل 3 اهداف وصنع 3. واثناء الفتره دي كان بيشارك مع الفريق الثاني او حتى فريق تحت 21 سنه، لعب معاهم 4 مباريات بما يعادل تقريبا 3 مباريات فعليه، سجل هدف وصنع هدف. وبشكل عام على مدار الموسم ده شارك في 21 مباراه بما يعادل 10 مباريات فعليه، سجل 4 اهداف وصنع 4. وده ارقام بالنسبه للبدايه كانت مبشره فعلا، مبشره للاعب اول مره يشارك بشكل احترافي في دوري كبير فيه منافسه قويه. الموسم الثاني اللي هو الموسم الحالي 24 25 كونيه انفجر حرفيا، وبيقدم موسم رهيب جدا. شارك في بطولة الدوري في 25 مباراة بما يعادل تقريبا 17 مباراة فعلية، وقدر يسجل 13 هدف، ودايما أهدافه مؤثرة، وبيقدم مردود فعلا قوي. كمان شارك في الاف اي كاب في مباراتين، قدر يسجل هدف وصنع هدف. والمباراتين واحده امام يورك سيتي اللي شارك فيها لحد الدقيقه 54 وقدر يصنع هدف، وانتهت 3-2 لصالح فريقه. المباراه الثانيه امام ولدستوني، وشارك في اخر ربع ساعه في المباراه وقدر يسجل هدف وانتهت 2-0. بالاضافه انه شارك في الاف اي كاب في 3 مباريات، المباراه الاولى امام نورتشامبتون وانتهت 2-0 وشارك فيها لمده 70 دقيقه وقدر يصنع هدف، والمباراه الثانيه امام سوانسي وانتهت 1-0 وهو اللي سجل هدف الفوز، علشان بعدها يواجهوا استون فيلا في الثيرد راوند. وشارك كونيه في المباراه دي في الدقيقه 63، وفي الدقيقه 95 قدر يسجل هدف لفريقه، ولكن المباراه انتهت 2-1 وهو اللي سجل هدف. فبشكل عام كده كونيه مقدم موسم فعلا رهيب، لعب خلاله حتى الان 33 مباراه بما يعادل تقريبا 21 مباراه فعليه، سجل 16 هدف وصنع هدفين، واهدافه فيها تنوع كبير. لو اتكلمنا على المستوى الفني فريتشارد هو لاعب يمتلك طول قامه جيد جدا، بدنيا وجسديا قوي، قادر يدخل في صراعات هوائيه او حتى ارضيه فعلا قويه جدا، ومميز جدا في الهروب من الرقابه، علشان كده تحس اهدافه معظمها سهله، ولكن ده نسبه للذكاء الكبير اللي عنده سواء في التمركز او حتى الانهاء، لان الانطلاقه بتاعته عنده سريعه. يمكن يكون هو لاعب على مستوى المساحات الكبيره مش سريع جدا، ولكن في المساحات الصغيره وفكره انه يخطف المدافع مميز جدا في الجزئيه دي. على المستوى الفردي يمكن يكون مش امهر حاجه، ولكن هو لاعب تارجت دايما داخل منطقه الجزاء، مزعج، بيشكل خطر كبير على اي خط دفاع، عنده ميزه في التمركز والتحرك، والاستباقيه بتاعته عاليه. عموما مش افضل مهاجم اتكلمت عنه، ولكن هو خيار مطروح. يمكن النادي الاهلي يفكر فيه. اللاعب تاني موسم ليه بيقدم مستوى هايل، قيمته التسويقيه 300,000 يورو، لو تم انضمامه مش هيكلف النادي الاهلي كتير. لاعب عنده هامش تطور عالي، 21 سنه، لسه قدامه كتير يقدمه، واعتقادي الشخصي انه ما وصلش للبيك بتاعه، ففكره التعاقد معاه دلوقتي مش هتكون صعبه تماما، عكس لما يتالق الفتره اللي جايه وينتقل للتشامبيونشيب او حتى البريمير ليج ويتالق جدا. عموما ده احد الترشيحات لمهاجم النادي الاهلي القادم. عاوزك تقولي في الكومنتات تحت، هل ريتشارد كونيه لو انضم للنادي الاهلي هيقدر يقدم اضافه، ولا انت شايف ايه؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله، لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها اسيست. بنتكلم كتير في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. سلام.